الشهيد محمد البراهمي، وفي جملة الاغتيالات الأخرى التي طالت العسكريين والأمنيين. اليوم نوقف لنعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ونعزي الشهيد الذي سقط بأيدي فرق الاغتيال الجبانة. الوكيل الأول عاطف الجبري، نترحم على روحه الزكية ونعده شهيدا من شهداء الوطن. أن المعركة ما زالت متواصلة، وأن هذه المهام لا يمكن أن تنجز إلا بالتفاف توزع حول قواهم الديمقراطية والتقدمية. نقول أن ترجمة دستور تونس الذي يليق بشعبها وبثورتها لا يمكن أن يترجم إلى جمهورية مدنية ديمقراطية واجتماعية إلا متى حققنا فوزا حقيقيا على قوى الالتفاف على الثورة في المحطات الانتخابية القادمة. نحب التوانسة يكونوا يقظين لمواصلة المعركة إلى الأمام، والنصر حليفكم.